السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم، يا رب تكونوا جميعا بخير. صممنا موقع بالذكاء الاصطناعي لتوقعات كأس العالم 2026 باستخدام خوارزميات خارقة، فهنشوف توقعات المتأهلين من دور المجموعات لدور ال 32 في كأس العالم، واللي بطبيعة الحال فالتوقعات هتبتعد تماما عن العاطفة، واللي نتمنى بالتأكيد تأهل جميع المنتخبات العربية الثمانية المشاركين في النسخة ديت من كأس العالم. وزي ما عارفين فبيشارك في النسخة ديت 48 منتخب لأول مرة، مقسمين على 12 مجموعة، كل مجموعة فيها 4 منتخبات. هيتأهل أول وتاني كل مجموعة، بجانب أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث لدور ال 32، واللي هيبدأ معاه الأدوار الإقصائية. فخلونا نشوف يا ترى توقعات الذكاء الاصطناعي للمتأهلين لدور ال 32 ممكن تسفر عن إيه. فخلونا نبدأ بسم الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. نبدأ على طول ونشوف التوقعات لل 12 مجموعة، والتوقع هيكون لأول وتاني كل مجموعة، بجانب المنتخب اللي ممكن يتأهل أفضل تالت في كل مجموعة. فنبدأ ونقول بسم الله. المجموعة الأولى متأهلة في الصدارة المكسيك المركز الأول، وفي المركز الثاني كوريا الجنوبية، والتشيك تتأهل من بين أفضل التوالت، وبالتالي خروج جنوب أفريقيا من دور المجموعات. بينما المجموعة الثانية تأهل سويسرا في المركز الأول، وفي المركز الثاني كندا صاحبة الأرض، والبوسنة والهرسك من أفضل التوالت، وبالتالي فالمنتخب القطري حسب التوقع طبعا والله أعلم لا يتمكن من التأهل لدور ال 32. بينما المجموعة الثالثة ففي المركز الأول البرازيل متصدرة، وفي المركز الثاني المنتخب المغربي، في حين اسكتلندا تتأهل من بين أفضل التوالت، وهايتي يودع من دور المجموعات. بينما المجموعة الرابعة في المركز الأول المنتخب التركي، وأمريكا في المركز الثاني، وباراجواي من أفضل التوالت، وأستراليا تودع من دور المجموعات. المجموعة الخامسة ألمانيا في الصدارة، والإكوادور متأهلة معاها في المركز الثاني، ومفيش منتخب يتأهل من المجموعة ديت من أفضل التوالت. بينما المجموعة الستة هولندا في الصدارة، والسويد في المركز الثاني، واليابان من أفضل التوالت، وبالتالي فالمنتخب التونسي لا يتمكن من التأهل لدور ال 32. أما المجموعة السابعة فالمنتخب المصري مفاجأة متصدر المجموعة، بينما بلجيكا في المركز الثاني، ومفيش تأهل للمركز الثالث في المجموعة ديت لا إيران ولا نيوزيلندا. أما المجموعة الثامنة ففي المركز الأول أسبانيا، وأورجواي في المركز الثاني، والمنتخب السعودي من أفضل التوالت يتأهل لدور ال 32، والرأس الأخضر يودع من دور المجموعات. أما المجموعة التاسعة ففرنسا في الصدارة، والسنغال في المركز الثاني، والمنتخب العراقي متأهلا من أفضل التوالت، وبالتالي النرويج تودع من دور المجموعات. أما لو جينا للمجموعة العشرة فالأرجنتين في المركز الأول، والمنتخب الجزائري متأهلا في المركز الثاني، والنمسا من أفضل التوالت متأهلة، والمنتخب الأردني يودع من دور المجموعات. في حين المجموعة ال11 البرتغال متصدرة ومتأهلة، وكولومبيا في المركز الثاني متأهلة، ومفيش أفضل توالت في المجموعة ديت. بينما المجموعة ال 12 والأخيرة إنجلترا متصدرة، وكرواتيا متأهلة في المركز الثاني، ومفيش برضو منتخب متأهل من المجموعة ديت من أفضل التوالت. وبكده نكون شفنا توقعات ال 12 مجموعة وال 32 منتخب المتأهلين لدور المجموعات حسب النسخة ديت من التوقعات. وده يعتبر ملخص المتأهلين أول وتاني من كل مجموعة، بجانب أفضل 8 منتخبات في المركز الثالث. تفتكروا يا ترى ممكن التوقع ده يكون ممكن قريب للحقيقة ولا بعيد؟ وهل نعمل نسخة تانية من التوقعات ولا لأ؟ وقولوا لي توقعاتكم في التعليقات للمتأهلين من ال 12 مجموعة. مستني رأيكم وتوقعاتكم في التعليقات، وشكرا للمتابعة وسلام.